بتبدأ الحكاية يا صديقي الأوتاكو واحنا بنشوف فلاش باك بياخدنا لحياة بطلنا السابقة وقت ما كان بيتربى على عرش القوة كأقوى ملك في عالمه، ملك عاش حياته كلها وسط الحروب والدمار، سلب أرواح لا تعد ولا تحصى، ارتكب خطايا كتيرة جدا علشان يحافظ على مملكته ويثبت جبروته، لكن رغم كل القوة والرهبة دي بنشوفه دلوقتي في واقع مختلف، واقع اتمنح فيه فرصة تانية للحياة، حياة جديدة كطفل اسمه آرثر بيحاول يصلح فيها أخطاء الماضي ويبني طريق جديد وما يضطرش فيه يخسر إنسانيته. بنروح بقى للوقت الحاضر وبنشوف أرثر اللي متخفي ورا قناع واسمه الحركي هو نوت، قاعد بكل هدوء وثقة مع رفيقته في الفريق جاسمين بتبلغه بالتفاصيل المهمة الجديدة اللي جات لهم من النقابة، وبيتعرفوا ان في قرية قريبة من منطقة غابة الوحوش او اللي بيسموها البيست جلايدس انقطع الاتصال بيها تماما. مهمتهم هي استكشاف الوضع وتحديد سبب المشكلة. أرثر بياخد الموضوع بجدية وبيأكد عليها ان الأولوية الأولى والأخيرة هي النجاة، وبيفهمها ان لو قابلوا في طريقهم أي وحش عدائي فما فيش أي داعي للاشتباك لأن مهمتهم ما فيهاش أوامر بالقضاء على الوحوش. وجاسمين بتوافق الرأي وبتعجب بتفكيره العقلاني. في نفس الوقت بنشوف التنينة الصغيرة ومرافقة أرثر اللطيفة سيلفي بتقرر انها تنفصل عنهم وتتدرب في مكان قريب علشان تزيد قوتها. أرثر بيشجعها بيوعدها انه هيبلغها اول ما يوصلوا ويخلصوا مهمتهم ويطمنوا على القرية. بيوصل أرثر وجاسمين لمشارف القرية لكن الجو كان غريب وهادئ بزيادة، مفيش صوت عصفورة. حتى أرثر بنظرة ثاقبة بيلاحظ حاجة غريبة جدا في آثار الأقدام، وبيقول لجاسمين ان الآثار كلها بتدل على دخول الناس، بس الغريب ان مفيش آثار لخروجهم منها، كأن الأرض انشقت وبلعتهم. بيبدأوا يتحركوا بحذر شديد، وأرثر بيقرر انه خطوتهم الأولى لازم تكون جمع المعلومات وفهم اللي حصل قبل ما ياخدوا أي أكشن. بيدخلوا القرية وبيكتشفوا انها مهجورة تماما، مفيش أي أثر لوجود بشر، لكن الصدمة الحقيقية لما بيشوفوا كريستالات زرقاء غريبة وضخمة طالعة من الأرض والمباني وفي كل مكان. الوضع بيكون مرعب وبيوحي ان في وحش خطير هو اللي ورا الكارثة دي، لكن الغريب ان مفيش اي علامات لقتال او دمار، وكأن الناس اتجمدوا في لحظة. وفي وسط الحيرة والصمت بيسمعوا صوت حركة خفيفة، بيلاقوا بنت صغيرة مرعوبة بتبكي وهي ماسكة سلة صغيرة في ايديها. أرثر بيقرب منها بهدوء علشان يطمنها ويسألها عن اللي حصل في المكان. البنت بتشرح له وهي بترتعش انها كانت في الغابة بتجمع شوية اعشاب طبية، ولما رجعت للقرية لقيتها بالشكل المرعب ده والناس متجمدين وفجأة ومن غير اي انذار. المشهد بيتقلب لكابوس حقيقي، وحش ضخم ومرعب بيظهر من العدم وبيهاجم البنت وبيحبسها جوه بلورة كريستالية قوية جدا. البنت بتصرخ بتنادي على امها في مشهد يقطع القلب، وجاسمين بتطلع سلاحها وبتحاول تتدخل بسرعة لإنقاذ الفتاة، لكنها بتتراجع. بتتصدم اول ما بتدرك هوية الوحش وحجم الكارثة. بتصرخ في أرثر وبتقول له انهم لازم يهربوا ومفيش اي وقت للتفكير. وبنروح بعدها لمكان ضلمة ومجهول، بنشوف مجموعة من الاشخاص لابسين عبايات سوداء ومغطين وشوشهم ومتجمعين حوالين خريطة كبيرة للقارة، وواضح انهم بيداروا على مصيبة. الاشخاص دول بيتناقشوا في خطة خبيثة، بيقولوا ان التحالف الثلاثي اللي حصل بين الممالك الثلاث وهم البشر والإلف والأقزام بيعتبر وضع مش مثالي ومزعج بالنسبة لأهدافهم المظلمة. واحد منهم بيمد ايده اللي بتشع بسحر اخضر مرعب على الخريطة، وبيكمل كلامه بكل ثقة وبيقول ان كل الاحداث ليها مجرى وطريق، واحيانا بيكون ممتع انهم يسيروا المجرى ده عشان يوجهوا لصالحهم في النهاية. وبيوجهوا تركيزهم على منطقة غابة الوحوش، وبيأكدوا ان المكان ده بيجمع دلوقتي كل المواهب الشابة الواعدة اللي هيشيلوا مستقبل القارة على كتافهم عشان يتدربوا ويتطوروا من انفسهم. وهنا بتظهر نيتهم الحقيقية، وبيعلنوا ان المستقبل ده هو بالظبط اللي هم ناويين يدمروه يقضوا عليه بأي ثمن. وبيأكدوا ان مهما كلفهم الامر لازم يمحوا الامل ده، وبيشوفوا ان المهمة دي رغم انها باينة روتينية لكنها تكون مسلية جدا لما يشوفوا اليأس في عيون اقوى شباب القارة. بنرجع تاني لأرض المعركة في القرية. جاسمين اللي ملامح الرعب باينة على وشها بتكشف لأرثر عن هوية الوحش اللي زرع الرعب في قلبها. بتقوله ده الأراكاني، وهو عبارة عن عنكبوت عملاق كابوسي بيعتبر واحد من اخطر الوحوش اللي هي بتتمنى انها ما تواجههاش في حياتها. بتشرح له انها واجهت الفصيل دي 5 مرات قبل كده، وعشان تبقى عارف ما قدرتش اقتله ولا مرة، وده ما كانش مجهودها الفردي، ده كان بمساعدة فريق كامل، فريق التوين هورنز بما فيهم رونالدو
ألدس وأليس والد ووالدة أرثر. جاسمين بتأكد لأرثر إن دور والدته أليس كان حاسم في المعركة، وده لأن قدرتها كباعثة هي الوحيدة اللي تقدر تكسر لعنة التجميد الكريستالي اللي بيعملها الأراكاني وتنقذ الضحايا. وبما إن أليس مش موجودة فالطريق الوحيد لإنقاذ البنت هي قتل الوحش. لكن المشكلة الأكبر إن الأراكاني بيمتلك مقاومة عالية جدا للسحر، يعني أغلب التعاويذ والهجمات السحرية مش هتأثر فيه. ده غير إن الدرع الخارجي بتاعه صلب لدرجة إن السيوف العادية بتتردد من عليه وما بتسببش ليه أي خدش حرفيا. ورغم كل اليأس اللي بيبان في كلامها بتديله معلومة صغيرة ممكن تكون نقطة الضعف، وهي إن الأراكاني بيكره ضوء النهار لأقصى درجة، ومكانه الطبيعي بيكون مختفي في أعماق الكهوف. وجودنا هنا في عز الظهر معناه إن في حاجة غير منطقية. جاسمين بتبص لأرثر بنظرة اختبار حقيقية وبتفكره إنها علمته كل حاجة بيحتاجها علشان يكون مغامر حقيقي، مش بس زي قاتل بالسيف والسحر ويهاجم، لكن الأهم من ده كله علمته إزاي ينجو ويفضل عايش في أسوأ الظروف. وبتسأله بكل جدية عن القرار الصحي اللي المفروض ياخده بناء على المعطيات. وأرثر بعقلية القائد المحنك اللي ما بيخاطرش بحياته وحياة فريقه على الفاضي بيجاوبها وبيقول لها إن القرار السليم فعلا هو الانسحاب وإبلاغ النقابة والرجوع بفرقة مجهزة ومدربة لإنقاذ القرية والتعامل مع الوحش. لكن قبل ما يلحقوا ينفذوا خطتهم ويلفوا علشان يهربوا الأراكاني بيفاجئهم بهجوم غدار وبيستهدف جاسمين وبيحبسها هي كمان جوه بلورة كريستالية. جاسمين وهي بتفقد وعيها وقدرتها على الحركة بتصرخ في أرثر بترجوه إنه يهرب وينجو بنفسه حتى لو كان لوحده، لأن وقوفه قدام الوحش ده يعتبر انتحار. وهنا يا صديقي بنشوف تحول مرعب في عيون أرثر، غضبه بيوصل لأقصى درجاته وفجأة بيستحضر ذكرياته وحياته السابقة كملك جبار ما يعرفش طعم الهزيمة. بيفتكر ازاي كان أقوى شخص في العالم وازاي بتلويحة واحدة بس من سيفه كانت كفيلة بإنها تنهي أي معركة، تحسم أي حرب لصالحه، تقطع رؤوس أعدائه، والثقة والروح القتالية بترجع له. بيقرر إنه مستحيل ينسحب ويتخلى عن جاسمين وبيطلع سيوفه بيهاجم الأراكاني بكل سرعته وقوته وبيضرب سيفه في الدرع الصلب للوحش. لكن زي ما جاسمين حذرته بالظبط السيف بيرتد بقوة بس ما بيعملش أي تأثير. أرثر بيفهم إن القوة البدنية والأسلحة العادية لوحدها مش هتنفع، فبيقرر يدمج بين السيف والسحر في حركة بيفكر فيها في جزء من الثانية. بيغلف سيوفه بلهب حركة وبيندفع ناحية الوحش تحت شعار النصل واللهب. الضربات المشتعلة بتبدأ تأثر في الوحش وتخليه يتراجع، لكنها لسه مش كافية للقضاء عليه بسبب مقاومته العالية والدرع لسه متماسك. الوحش بيستشيط غضب من الهجوم وبيهاجم أرثر بهجوم مضاد عنيف لأقصى درجة. بيوقعه على الأرض، أرثر بيقوم والدم بيغلي في عروقه، بيبص للوحش بنظرة كلها برود بيقول له هل جربت قبل كده إنك تتعرض للسحر من جوه أحشائك؟ وبينطلق بسرعة البرق وبدل ما يضرب في الدرع الخارجي لا يا صديقي بيوجه سيفه المليانة بالسحر المكثف للشخوخ ولعيون الوحش والمناطق الضعيفة في جسده، وبيفكر طاقته السحرية جوه جسد الأراكاني نفسه. الوحش بيصرخ صرخة مضوية بينفجر وبيتدمر في مشهد أسطوري، ولكن فجأة أرثر بيلاقي الوحش بيقوم من تاني فبيبص له بنظرة قوية وبصوت الملك غراي بيقول له انت شكلك مش عارف امتى تستسلم. وفجأة أرثر بيوقف الوقت وبيفتكر مهارته القديمة بالسيف، بيقطع الوحش في أجزاء من الثانية، وبمجرد موت الوحش البلورات الكريستالية بتتكسر وتتحطم. أرثر بيقع على الأرض وهو بينهج من شدة التعب، بيبص لسيفه لنفسه وبيدرك ان رغم انتصاره الساحق الا ان التكتيكات القديمة اللي كان متعود عليها كملك لسه مش متناغمة بالكامل مع السحر وقوانين العالم الجديد. بيعترف لنفسه انه جسده الحالي مش قادر يتحمل الضغط الهائل، وبعزيمة واصرار بيقول لنفسه لازم اتدرب، لازم ارجع اقوى من الاول. بعد كده بنشوف سيلفي التنينة الصغيرة بتيجي وتتواصل معاه تخاطريا وهي في قمة القلق. سيلفي بتسأله بلهفة ورعب عن اللي حصل وبتفهمه انها حست بموجة غضب مرعبة وطاقة سلبية طالعة منه اللحظات وكأنه شخص تاني خالص. أرثر بيطمنها وبيعرفها ان الموقف كان خطير فعلا، بس أرثر قدر يسيطر عليه وينهي المشكلة من جذورها ومفيش اي داعي للقلق. وفي نفس الوقت ده جاسمين بتفوق من تأثير لعنة التجميد بعد ما الكريستالات اتحطمت بموت الأراكاني. أرثر بيبص لها بابتسامة ارتياح وبيكون سعيد انها رجعت لطبيعتها وطلعت سليمة، لكن رد فعل جاسمين بيكون مفاجأة صاعقة
صديقة ليه، بدل ما تشكره ملامحها بتتحول لغضب. بتقول له بنبرة حادة ومرعبة انت تقدر تقضي عليه وتنهي حياتها بسهولة دلوقتي لو حبيت. ارثر بيفكرها بتهزر علشان تفك التوتر، لكنه بيتفاجئ انها بتتكلم بمنتهى الجدية. ملامحها بتدل ان مفيش اي نوع من انواع الهزار. بيبدأ يعتذر لها فورا وبيوضح انه عارف كويس انه غلطته كبيرة، انه كان تجاهل الاوامر، وبيفهمها ان عواطفه هي اللي سيطرت عليه في اللحظة دي وما قدرش ابدا يسيبها تموت. وهو واقف بيتفرج جاسمين بتهدى شوية لما بتلاقيه معترف بغلطه ومش بيكابر، وبتسأله بذهول هل بالفعل انت اللي قتلته لوحدك؟ ارثر بيأكد لها الموضوع بتواضع شديد، لكنه بيبص لايديه بنظرة حزن. بيقول لها القوة اللي استخدمتها دي هو اللي محتاجها علشان ينجو في العالم القاسي، لكنها مش القوة اللي هو بيتمناها نهائي. بيفهمها بشغف وحرقة ان كل اللي هو عايزه في الدنيا هي قوة الحماية، القوة اللي تخليه يقف سد منيع قدام اي حد يحاول يأذيه او يأذي حد بيحبه. بيفتكر طفولته، بيقول لها ان ضعفه في الماضي كان هو السبب في خسارة احبائه، بعد عنهم. بيقول لها لو كنت امتلك القوة بالفعل كان زماني دلوقتي معاهم، مش عايش وحيد. جاسمين بتحس بوجعه وبتتأثر بكلامه وبتعتذر له عن قسوتها وتسرعها، لكنها بتشرح له انها عملت كده من خوفها عليه، وبتقول له صراحة انه لو حصل له اي مكروه أليس وكل عيلته هينهاروا تماما، مش هيقدروا يعيشوا من بعده. وبتترجاه انه ما ياخدش اي قرار مميت، مش عشان حياته بس، لا عشان احبائه. ارثر بيبص لها وبيأكد لها ان ده طلب مستحيل التنفيذ، لانها كمان شخص غالي عليه ومستحيل يتخلى عنها مهما كان الثمن. كلامه بيخلي جاسمين تتكسف تدور وشها، وهي بتقول له ان ده مش هيخليها تسامحه برضه، وفي النهايه بتشكره من قلبها على انقاذه لحياتها. وارثر بيفكرها انهم لازم يجمعوا جوهر المانع علشان يثبتوا انجازهم للنقابه، لكنه بيلاقي سيلفي بتاكل جوهر المانع اصلا. وبنروح بعد كده لنقابه المغامرين، وهناك بنشوف صديق ارثر إيليا واقف مصدوم ومش مصدق ودنه بعد سماع قصه المعركه. بيقول لارثر انه منبهر ومذهول انه رجع حته واحده وما ماتش بعد مواجهه وحش مرعب زي الاراكاني. وفي اللحظه دي بيتدخل لوكاس واكس المغامر المغرور والمتعجرف الكبير اللي دايما بيحب يقلل من غيره، وبيبدا يستفز ارثر كالعاده. لوكاس بيكذب القصه، هو بيتكلم بصوت عالي وبيقول مستحيل قصتك تكون حقيقيه يالا، لان وحوش الاراكاني ببساطه ما بتطلعش على السطح ومكانها دايما في اعماق الكهوف. بيطلب من ارثر بكل غرور انه يوريهم جوهر المعنى كدليل يثبت صحه مقولته. ارثر بكل هدوء وثبات بيرد عليه وبيبلغه انه للاسف ما قدرش يجمعوا جوهر المعنى بسبب ظروف المعركه، وده بيخلي لوكاس يبتسم بسخريه. بيقول له ان قصتك كده يالا بقت مشوهه، وممكن يكون كل اللي واجهته هو مجرد عنكبوت كبير، بس انت يا هطل فكرت الوحش الاراكاني. بطلنا ارثر ما بيسكتش على الاهانه، وبكل برود وثقه بيطلع شيء بيخلي الدم يهرب من وشوش كل اللي واقفين. بيطلع عين التحجر الملعونه الخاصه بالاراكاني وبيرميها قدامهم كدليل قاطع لا يقبل الشك. إيليا بيقرب بيفحص العين وبيعترف فورا انه فعلا دي عين الاراكاني، وكلهم مصدومين ازاي طفل زي ده قدر يقتل فعلا الاراكاني ويقطع عين وحش بالصلابه دي. لوكاس وشه بيجيب الوان كبرياء اتمسح به الارض، لكنه بيكبر عشان يحفظ مأواكه. بيقول انه حتى لو القصه حقيقيه فالوحش ده ما كانش هيصمد قدامه ثواني. ارثر بيبتسم ابتسامه خبيثه، بيقول له بنبره كلها سخريه انه اكيد هيستعين بخبراته وقوته في المرات الجايه. لوكاس بيلف وشه وبيمشي وهو بياكل في نفسه من الغيظ، وإيليا بيضحك على غبائه وغروره اللي ما بيتغيرش مهما اخذ على دماغه. بعد تسليم التقرير للنقابه بنشوف ارثر وجاسمين بيتوجهوا لبيت عيله ارثر عشان يطمنوهم بعد غياب. اول ما بيدخلوا من الباب إلينور الصغير بتجري تحضن اخوها بفرحه، ورينولد بيستقبله بحماس كانه بطل قومي راجع من حرب، وبيطلب منه يحكي له كل تفاصيل المغامره الاسطوريه. رينولدز بيكون في قمه الانبهار والذهول لما بيعرف ان ابنه هزم الاراكاني وكمان لوحده، وبيفكرهم ازاي التوين هورنز كلهم عانوا الامرين كانوا كلهم هيموتوا كذا مره لمجرد المواجهه. وبيسال ارثر بفضول شديد عن التكتيك اللي استخدمه عشان يقضي عليه. ارثر بيبدا يشرح له ببساطه ان ركز كل هجماته على نقطه ضعفه في درع الوحش، واكتشف ان السحر ممكن يكون فتاك ومميت، وبكل بساطه درعه قوي، ولكن ماذا عن اعدائه الداخليه؟ ووسط الحماس والفخر واجواء الاحتفالات الجو بيتقلب 180 درجه. بنشوف أليس والدة ارثر ملامحها بتضلم تماما، بتبص له بنظره ترعب وبنبره جريديه بتقول لهم كلهم يقعدوا على الارض فورا وبدون اي كلمه. كلهم بيقعدوا هم بيرتعشوا من الخوف. أليس بتبدا توبخ ابنها بتفكره بوحده الصريح انه مش هيعمل اي حاجه خطيره ولا هيعرض حياته للموت.
ارثر بيحاول يبرر، بيقول لها مستحيل يا امي، مستحيل الشيء ده في حياة المغامرين، لان الخطر جزء من شغلهم. لكنها بتقطعه بغضب اعمى، بتقول له ان الوعد هو الوعد، مفيش اي مبررات. بعدين بتوجه غضبها كله ناحية جاسمين، بتسألها ازاي سمحت الكارثة زي دي انها تحصل وهي كانت متكفلة بحمايته. جاسمين ما بتقدرش تنطق غير كلمة واحدة بس، انا اسفة، وكل ده وهي بصة في الارض. ارثر بيحاول يتدخل بشهامة ويدافع عنها ويقول انها مش غلطتها وانه هو بس تسرع وانقذها. لكن أليس بتسكته تماما، بتقول له اخرس يالا، انا مش بكلمك انت، انا بكلمها هي. أليس بتنهار تماما، دموعها بتنزل وهي بتعاتبهم كلهم، بتوضح ان موافقتها على مغامرة ارثر كانت مشروطة بوجود جاسمين، وده لسبب واحد بس، انها تحميه، وان فكرة مواجهته لواحد من اخطر الوحوش في العالم رعبتها كانت هتخلي قلبها يقف. رينولدز بيتدخل بحكمة عشان يهدي الامور، وبيفهم ارثر ضرورة الالتزام بكلام جاسمين، وبيطمن أليس ان اعظم انجاز لارثر هو الرجوع ليهم بالسلامة. وما تنكدش بقى الجو اكتر من كده، ولا ايه يا ولدي؟